لفريق المغرب التطواني. أجمل الصور، أجمل الإبداعات تقدم بأجمل صورة مقتبسة من فيلم ديدلايت. عنوان بارز: أنا كل شيء كنتم تخافون منه. رسائل واضحة من جانب كل مكونات فريق الوداد الرياضي: سأفوز عليكم جميعا، سأجعلكم الفعل من طرف المغرب التطواني. كيف ستكون تغطية من جانب الدفاع؟ جانب أرسن سولاك يتحصل على ملعب المغرب التطواني، تنفذ مقوسة مهر. ومن الجيش كانت العودة مباشرة للوداد ثم الانتقال صوب المولودية الوجدية أكثر من وسط الميدان. سيد كروش، كرة بينية انطلاقة، فرصة تكتسي طبعا الخطورة، فرصة تسدد وتصديق. المغرب التطواني الانطلاقة اللي كانت من يوسف الرميدي. يوسف انطلق بعد اسيست، كرة بينية في عمق الدفاع، سددت داخل الحارس المتألق. كرة فاتي جبال وصلت هناك لمحمد النجم العرضية، تلعب فاتي جبال عبر القائمة الثانية الراسية فوق المرمى الراسية من جانب أيوب العمرود في أول تهديد من جانب فريق الوداد الرياضي بعد كرة ثابتة بينه وبين أرسن سولاكيكو على مستوى القيام بالمهام التغذية. والمغرب التطواني يراقب على مستوى الأدوار الدفاعية في ظل هذه الراسية. أخطر فرصة للوداد الرياضي من حميد حداد، القائم الأيمن ينوب عن الحارس محمد صابر، هي ابرز اخطر. والتحضير عبر التحضير رضا العرضيه، ولك عبر القائمه الثاني خطير. تقدم هنا البينيه، كره اماميه في اتجاه فرصه لكن طارت الكره. محمد الناجم طرق الناجم العرضيه، فرصه وداديه والتغطيه ثم المتابعه من طرف من محمد كمال، كره بينيه، فرصه تطوانيه راسيه اماميه لعناصر الوداد. فتح اللعب هناك، تمريرة مؤيد اللافي تمشي للجهه اليمنى لعمرود، العرضيه راسيه والفرصه تضيع لفريق الوداد الرياضي. يحيى عدن، حميد حداد، محمد الناجم، استلام ودوران، انطلاقه، الحكم يمنح الخطا لفائده محمد الناجم. انس المرابط، انس كره طويله بينيه في اتجاه حمزه غطاس، متابعة من يوسف الربيدي لكن يعيد سيفتقد اليوم ليحيى جبران. هنا تنفذ العرضية، تغطية، إبعاد من طرف دفاع مغرب أتليتيكو تطبان. حكم ماذا يشير؟ الشباك لكن بدون شيء يذكر إلى حدود اللحظة. هنا راسية فوق مرمى الحارس محمد صابر بدون هدف إلى حدود اللحظة. خطوات للحسناوي، تيكي تاكا تطوانية، فرصة البحث عن التسديد في الخطورة وبين يدي الحارس، بين يدي الحارس يوسف المطيع. بناء هجوم يمكن ان نقول منظم جميل بعد الكرة لكن المتابعة من جانب الناجم العرضية. سيدرات سيف الدين مورا، يحيى تيتر الادريسي، تدر المساحة، العرضية على راس الفريق الوداد الرياضي. حكام الشر بعدم وجود الخطأ في اللقطة الأولى. الطرف الايسر، استلام الكرة، توغل في منطقة الجزاء، فرصة تطوانية، تسديدة من محمد تطواني عبر الطرف الايسر. دائما الخطورة أو الضغط من طرف يوسف الربيدي، أراد تحضير الكرة فاتشة محمد كمال، تسديدة الكرة ترتد هنا، تحضير فرصة تطوانية، البحث عن التسديد، الخطورة قد تدر. الانطلاقة من يوسف الربيدي، يختار العرضية، الكرة واللي قدمت عديد المواسم الجميلة بطريقة لعب الفريق. هنا الفرصة للخطورة، تسدد قائم الأيمن مع بعض المناورات الأخرى التي وجدت دفاع وحارس مرمى فريق المغرب التطواني. هذه اختار هنا بالراس من طرف سليمان الدريوش. هنا التحضير، تمرير ثم ننتظر إذن تنفيذ الكرة، تسدد مقوسة جانبية على القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد صالح. ضغط متقدم للفريق التطواني، تدخل من عادل الحمر على الواقع الايمن، يسلم محمد الناجم، ينطلق الناجم، يتوغل الناجم، يسقط الناجم، والحكم يقول ركله مرمى لفائده فريق مغرب اتليتيكو تطوان. نسير نحو نهايه الجوله الاولى بنتيجه تقدم مؤيد، يبحث عن التمرير، كره وداديه من الطرف الايسر، العرضيه
اتلتيكو تطوان ونجم عرضيه فرصه راسيه انطلاقه يحيى عطيه الله امام المساحه امام الفرصه العرضيه عبر البناءات الهجوميه للوداد تنفذ العرضيه المطارده المباشره من الفتح. هنا تسدد فرصه وداديه في الخطوره جول من فرحان يفرح انصار الوداد الرياضي بهدف التقدم في حدود دقيقه 57. سجل هناك في العاصمه الجيش الملكي على حساب فريق الفتح الرياضي، وهنا ردة الفعل من الوداد على حساب المغرب التطواني بهدف وهدف استلم سدد كره مقوسه جميله دائريه بلمسه فنيه من طرف امين فرحان. هذه عادته كالعاده فرحان مدافع بالثوب المهاجمي. لاحظوا هنا محاولة الإبعاد، تسديدة رضا الجعدير، ارتدت الكرة يعني استلم بمهارة وبهدوء ثم إسكان بطريقة جميلة. هدف صراحة يدرس من طرف أمين فرحان، طريقة التسديد بالمهارة بفنية من جانب أمين فرحان في الزاوية 90 من مرمى الحارس محمد صابر يسجل هدف التقدم. ردة الفعل من طرف اسفل الكرة من يوسف المطيع، هنا إعادة اللقطة والهدف الجميل. تمويه مراوغة ثم يسارية مقاول يوسف المطيع، عادت للمغرب التطواني. التمريرة الأمامية خطيرة وضايعة الكرة لعناصر المادة. خاطئة فرصة في الخطورة، فرصة خطيرة ضاعت فرصة التعديل من طرف حمزة. والعودة في النتيجة تنفذ قصيرة. هنا العرضية بالراس الابعاد من الغطاس، تسدد فرصة خطيرة كانت لفريق الوداد الرياضي، خطيرة عبر اللاجئة اليمنى تمرر. هنا تغطية دفاعية والحكم يمنح على اثر ذلك مخالفة مع بطاقة صفراء. يحيى عطية الله الإدريسي يسارية الكرة ستكون من يحيى عطية الله، تنفذ بشكل مباشر. جول 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 ويجول جول ويجول. يحيى عطية الله الإدريسي سدد بشكل مباشر، عفوا من محمد صابر، عفوا على مستوى الابعاد من حارس مغرب اتلتيكو تطوان، تمنح الثاني لفريق الوداد الرياضي وتعبد الطريق بنسبة كبيرة للفرسان الحمر لكسب النقاط الثلاث وواصلة الصراع بين الحلول من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي عبر الاسماء اللي ترتدي ثوب المهاجمين مدافعين، لكن بالثوب المهاجمي جات الاولى من امين فرحان الضياف فرحان انصار، وجات الثانيه من يحيى عطية الله الادريسي الذي احيا الامال الكبيره لفريق الوداد من اجل تحقيق النقاط الثلاث. عفوا من محمد صابر اراد عمليه مسك الكره، لكن عمليه المسك من الطرف اليسار من يحيى عطية الله الادريسي ضاعت الكره. هنا المخالفه هنا